حاجات ساعات بنكون إحنا السبب الأكبر فيها، إننا بنجذب العالم الآخر لينا من غير ما نحس. محدش فينا يقدر ينكر وجود الجان مع اختلافات كتير ما بين الصواب والخطأ، لكن موجود وحقيقة ما نقدرش ننكرها. حاجات كتير كانوا بيقولوا لنا أهلينا زمان وإحنا صغيرين، زي مثلا ما تعليش صوتك قوي في الحمام، ما تحاولش تعيط وانت في الحمام برضو، بس كنا بناخد الموضوع بهزار مش أكتر. الحقيقة بقى إن فعلا الجن موجودين في كل بيت، يمكن أصلا قبل ما إحنا نسكن البيت. بلاش تزعجهم بالليل عشان هم كمان ما يعملوش نفس الحاجة ليه. أهلا بيكم في كلام خرافات. الحلقة دي بتبقى عبارة عن تجارب حصلت مع ناس في الحقيقة، وإنتم ليكوا الحكم تصدقوا أو لأ. حلقتنا النهاردة بعنوان أنا والجن 8، ونبدأ مع أول موقف معانا. أنا عمرو، كنت صغير لما حصل لي الحكاية دي. كنت في الجامعة والجامعة كانت في بورسعيد. المهم أخدنا شقة أنا وصحابي. الشقة كانت بيحصل فيها حاجات غريبة، مثلا كنا نسمع أصوات ناس كتير في الشقة. أبواب بتاعة الشقة كلها كانت بتتفتح وتتقفل من تلقاء نفسها، محدش بيجي جنبها. حتى الأنوار كانت بتنور لوحديها وتطفي كمان لوحديها. تقريبا كل يوم كان بيحصل نفس الحاجة. أنا عن نفسي ما استنيتش الأمور تتطور أكتر من كده. سبت الشقة وأنا عارف ومتأكد إن الشقة مسكونة. ما حاولتش أعرف حاجة عن الموضوع ده أو اللي حصل إيه. ما كانش عندي فضول أصلا. أنا ما عنديش فضول للعالم ده. أنا عن نفسي هم في العالم بتاعهم وأنا في العالم بتاعي، وده كل اللي حصل لي. نروح لحد تاني. أنا أحمد. اللي حصل معايا في مرة كنا بنتكلم أنا وصحابي عن العفاريت. قطع كلامنا إن النور قطع مرة واحدة علينا. سمعنا صوت باب الحمام بيتفتح لوحده. كلنا جرينا على بره. في اللحظة دي النور جه واحنا واقفين بره. جينا ندخل الشقة، اقسم ان باب الشقة اترزع في وشنا. في اللحظة دي كلنا كنا تحت العمارة، وده خلانا اننا ما نتكلمش في حاجة احنا ما عندناش خبرة فيها. نروح لحد تاني. انا كان معايا واحدة صاحبتي في البيت واهلي كانوا مسافرين. كنت قاعدة بتكلم معاها في احنا هنعمل ايه بالليل، وبنتكلم فجأة النور قطع. النور عادة بيقطع كتير الفترة دي. المهم ببص على صاحبتي ما كانتش موجودة أصلا. دخلت الأوضة لقيتها نايمة. استغربت إزاي يعني نامت في أقل من دقيقة. صحتها وأقول لها أنتي دخلتي وسبتيني فجأة إزاي من غير ما تقولي لي حتى. لقيتها بتقول لي أنا أصلا نايمة من امبارح. فضلت ساكتة ولا مش عارفة أقول لها إيه. في نفس الوقت مين اللي كانت معايا بره؟ يعني هو ده عفريت ولا ده ايه؟ اول مرة اتعرض لحاجة شبه كده وما حكتش لحد اللي حصل، بس ده اسوأ موقف انا مريت بيه. نروح لحد تاني. محمد من القاهرة بيقول انا صحيت من النوم على صوت صرخة عالية جدا من الشقة اللي فوقينا. الصرخة رجت المكان كله بدون مبالغة. كنت عايز اطلع اشوف هو فيه ايه. افتكرت ان الشقة اللي فوقينا اصلا فاضية من سنين. سبت البيت اليوم ده، رحت عند واحد صاحبي ابات عنده عشان كنت فعلا مرعوب. اللي انا اعرفه ان كان في جريمة قتل في الشقة دي من سنين، وكل ما حد يعرف ما حدش بيرضى يسكن فيها، مع ان العمارة كلها ساكنة الا الشقة دي. مش انا بس اللي سمعت الاصوات دي قبل كده من الشقة. صراحة دي كانت اول مرة اسمع فيها، لكن كنت دايما بسمع الناس بيحكوا عن الشقة دي حكايات كتير ما كنتش بصدقهم، ولما سمعت حبيت اشارك بتجربتي. نروح لحد تاني. انا ادم. الكلام ده حصل لي لما كنت في السخنة. المكان اللي احنا فيه كان هادي بحكم ان احنا كنا في الشتاء. ما كانش فيه ناس كتير. القرية معظمها شاليهات بس كانت فاضية. اللي حصل اني نزلت اشتري شوية طلبات من الماركت اللي تحتينا واتمشى. وانا بتمشى لمحت ان في حد واقف في البلكونة في الشاليه بتاعي. ببص عشان انا مش فاهم مين ده وايه اللي جابه هنا. كل اللي انا عملته ان انا بلغت الامن رجع معايا عشان نشوف مين اللي في البيت، بس ما طلعش اي حد في البيت. قلبنا القرية كلها على الراجل ده، مفيش اي اثر ليه. لاحظت ان النور البيت كله مطفي، مع اني انا سايب نور الصالة والحمام، وكمان كنت قافل باب الحمام لقيته مفتوح. ما اتكلمتش كتير مع الامن. اعتذرت لهم وقلت لهم ان انا كان بيتهيألي ان في راجل. قالوا لي عادي، دي مش اول مرة حد يشتكي عموما. قلت لهم نعم. الراجل غير الموضوع في لحظة وقال لي لو في حاجة بعد اذنك بكلمني، وبعد كده سابني ومشي. انا مش فاهم
هل المكان مسكون؟ ما فهمش الجملة بتاعته قوي. نروح لحد تاني. أنا أحمد، اللي حصل معايا كنت في فندق في دهب. كنت أنا وصحابي استلمنا الغرف وأنا خدت غرفة لوحدي. فأول يوم حسيت إن في حد معايا في الأوضة، عادي بتحصل، ما خدش بالي. الأيام هتعدي بسرعة ودهب بقى وانتوا عارفين الخروجات، نزول المية والكلام ده. اللي حصل في نفس اليوم بالليل صحيت على زي صوت خروشة في الأوضة جنب الدولاب. ببص لمحت زي ظل اسود، انا مش عارف اميز قوي عشان الاوضه ضلمه، مع ان هو باين، انا مش عارف ازاي انا شايفه. قلت بسم الله الرحمن الرحيم وقمت وفتحت النور، مفيش اي حاجه. اللي حصل بعد كده ان في اليوم التاني بالليل برضو صحيت على نفس الصوت، بس كان جاي من السرير. ببص لقيت حد نايم على السرير. انا نطيت من مكاني، رجلي حرفيا مشلوله، مش قادر اقف عليها. وقعت على السرير، نمت أو أغمى عليا، أنا مش عارف أحدد. صحيت لقيت آثار كدمات على صدري. ساعتها نزلت للاستقبال بتاع الفندق عشان أقول لهم إني عايزة أغير الأوضة، بس للأسف ما كانش متاح غيرها، كمان كان آخر يوم، فقلت عادي أعدي. قلت لواحد صاحبي تعالى نام معايا في الأوضة. جه ونمنا حوالي كانت الساعة 2 بالليل. نمنا وصحيت على صوت صاحبي بيعيط وقاعد في زاوية من الأوضة وبيقول لي في راجل شكله غريب كان بيحاول يخنقك وانت نايم. حاولت امنعه، لقيت الراجل اختفى من قدامي، والله اختفى. صحينا ساعتها اصحابي كلهم وسبنا الفندق، وكنا على الفجر ماشيين من البلد كلها. نروح لحد تاني. انا هحكي على موقف من مواقف كتير حصلت معي. انا عانيت في فترة من فترات حياتي من الجن كتير، بس ده اكتر موقف مأثر فيا. انا كان عندي مراية كبيرة في الأوضة بتاعتي. اللي حصل ان انا كنت معديه من قدامها، انا شفت رجلين حيوانات. انا فضلت بصه للمرايه وانا مذهوله من اللي انا شايفاه قدامي. انا نص التحتاني رجليا الاتنين عباره عن رجلين معيز. اللي عملته ان انا كسرت المرايه وطلعت اجري من الاوضه وانا ببص على رجلي عشان اشوف هو ده بجد ولا ايه. الحمد لله ان انا رجلي زي الفل، زي ما هي، مش زي ما انا شفتها في المرايه. وده اكتر موقف حصل معايا مأثر فيا لحد دلوقتي، وكل ما افتكره بفضل اعيط كتير قوي. نروح لحد تاني. انا مصطفى، بحب جدا قصص الرعب. كنت بسمع قصة رعب على اليوتيوب. اللي حصل ان فجأة النور قطع عليا. حسيت لا 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 لا، انا متأكد ان في ايد ابتدت تحسس على شعري. انا قمت من مكاني، انا كنت في الشارع. ازاي بقى؟ انا مش عارف والله ازاي. انا فضلت في الشارع لحد لما النور رجع، وكمان استنيت اهلي لما يكونوا في البيت ودخلت معاهم. من ساعتها وانا مش بسمع قصص رعب بالليل لوحدي ابدا. نروح لحد تاني. انا ابراهيم. احنا كنا عندنا بيت في الارياف، كان فيه ترعه بعد البيت، كنت بحب اقعد عندها كتير. فكانت حوالي الساعة 1 بالليل، كنت قاعد وبسمع أم كلثوم والدنيا كانت جميلة قوي. كنا في الشتاء. لفت انتباهي راجل واقف الناحية التانية من عند الترعة على الشط التاني، يعني قاعد نفس قعدتي بالظبط. كل ما اتحرك هو كمان يتحرك. استغربت، ده انا حتى رفعت ايدي عشان اشوف ان الراجل ده فعلا بيراقبني. لقيته رافع ايده لحد لما الراجل ده قام وراح ناطط في المية واختفى تماما. استنيت اكتر من نص ساعة عشان يظهر، ما ظهرش. ما حاولتش انزل او انط في الترعه، لان لو كان هو الراجل ده بجد او حقيقي، لو كان غرق كان هيقاوم او كان ظهر، لكن ده ما ظهرش تاني. من ساعه الموقف ده وانا مش بروح عند الترعه بالليل ابدا. الراجل فضل يجي في احلامي لمده 3 شهور. كنت بشوف نفس اللي حصل، لدرجة اللي أنا حفظت الحلم. رحت للشيخ وقال لي على شوية حاجات أعملها، وفعلا نفذتها. من ساعتها ما شفتش أي حاجة تاني ولا الحلم اتكرر أصلا. نروح لحد تاني. أنا ياسمين من القاهرة. زمان كنا عايشين في بلد أرياف. البيت بتاعنا كان وسط أرض زراعية. بابا زمان ما كانش بيرضى حد يخرج من البيت بعد المغرب تحديدا. فمرة حبيت أعرف ليه وإيه السبب، يعني خليتهم نايمين ونزلت أتمشى أنا بالليل لوحدي. اللي حصل إني شفت مجموعة من الستات لابسين أسود في وسط الأرض بتاعتنا. واحدة منهم شافتني بس لما هي كانت بتبص عليا زي ما يكون انا اتثبت في الارض، رجليا اتشلت مكانها، معرفتش ارجع، معرفتش امشي. في لحظة لقيتهم كلهم حواليا، ببص عليهم بقول لهم هو انتوا مين؟ بسم الله. صوتي ابتدى يروح. سمعت حد منهم بيقول ما سمعتيش انا ابوك ليه؟
أنا أغمى عليا، صحيت لقيتني في البيت وجنب الشيخ بيقول لي الحمد لله على سلامتك. فات أسبوع وأنا نايمة في السرير مش عارفة ازاي. من ساعة الموضوع ده نقلنا القاهرة ومحدش بيروح البيت اللي في البلد غير بابا وماما بس. حاولت كتير أعرف ايه اللي بيحصل هناك بس بابا وماما مش راضيين يقولوا أي حاجة. معرفش مين الستات اللي أنا شفتها دول. كل اللي أنا متأكدة منه ومؤمنة بيه إن أنا تعرضت فعلا للعالم الآخر، ودي كانت تجربتي. وده كان آخر موقف معايا في حلقة النهاردة بتكون عبارة عن مواقف حصلت مع ناس في الحقيقة. لو عندكم انتوا كمان مواقف حصلت معاك او حد من معارفك وعايزين تشاركوها في البرنامج، ابعتها لنا على رسائل صفحة الفيسبوك. هنا اقدر اقول لكم لو ما عملتوش سبسكرايب للقناة اعملوا سبسكرايب للقناة، والى اللقاء.